ضيوفنا. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء سريعاً على التهديدات ضد قواته بعد الهجمات الأخيرة التي شنت ضدها في شمال سوريا. وفي الوقت نفسه تسود حالة من القلق والترقب الشديدين في الشمال السوري. ترى هل ستكون هذه العملية العسكرية وشيكة؟ وهل المنطقة بالفعل مؤمنة بغطاء أمريكي يحميها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على السيد فارس عثمان، عضو اللجنة المركزية في الحزب التقدمي الكردي الديمقراطي في سوريا. أهلا وسهلا. بداية، هل ستنفذ تركيا تهديدها بتنفيذ ضربة عسكرية في الشمال السوري؟ صباح الخير لك ولراديو فون ولمستمعيك. أعتقد أنه لا تهديدات جدية من المنطقة ضد تركيا، ولم تكن هناك أي هجمات من المنطقة الخاضعة للإدارة الذاتية ضد تركيا. بعض القذائف التي سقطت على تركيا كانت من جانب التنظيمات الإرهابية الخاضعة لتركيا، ونحن الكرد لدينا تجربة مريرة مع تركيا في هذا الجانب. تركيا رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان صرح في أكثر من مرة أنه إذا أراد مهاجمة الأراضي السورية لديه رجال بإمكانهم أن يطلقوا بعض القذائف على تركيا لنخلق الذرائع للهجوم على تركيا، لتكن هذه النقطة واضحة. ثانيا، نحن باعتقادنا التهديدات التركية جدية على المنطقة لمواجهة هذه التهديدات. بالطبع عدا أمريكا هناك روسيا كدولة عظمى لها وجود في المنطقة، وهناك مجتمع دولي يمكن وضع حد للتهديد التركي الذي والحرب النفسية التي تقوم بها تركيا خلال هذه الفترة. حكيت عن روسيا، كيف نفهم الموقف الروسي من هذه العملية؟ هل صحيح أن روسيا موافقة على هذا التصعيد؟ أنا باعتقادي هناك حرب نفسية تمارس على الإدارة الذاتية وعلى الكرد من كافة الأطراف. هذه الحرب النفسية تقوم بها تركيا، وهي أيضا تدفع هذه الحرب النفسية الإدارة الذاتية أو قسد للارتماء في حضن النظام. هذه الحرب النفسية بقناعتنا أثرت على المنطقة. أنت من المنطقة وتعرفي الخوف والذعر الذي تخلقه مثل هذه التهديدات، تراجع الاقتصاد، تراجع أسعار العقارات نتيجة هذه التهديدات. نحن بقناعتنا أن هذه التهديدات الآن لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ إلا بضوء أخضر، إما أمريكي أو روسي. وحسب قناعة حزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، مثل هذا الضوء غير موجود الآن حتى هذه اللحظة. نحن نمارس السياسة، قد تتوفر بعض الفرص في فترات سابقة. بقناعتنا الآن هناك حرب نفسية تمارسها جهات عديدة. الآن ليست هناك أي فرصة أمام تركيا للقيام بمثل هذا الهجوم. أمريكا دائما تطمئن قوات سوريا الديمقراطية بأنها سوف تقدم الدعم العسكري واللوجستي لها، وبشكل رسمي ماذا سيكون رد فعل أمريكا في حال إذا كان التهديد حقيقيا؟ نحن لدينا كحركة كردية تجربة مريرة مع أمريكا بصراحة. أمريكا لم تقم ولا مرة بالدفاع عن قوات سوريا الديمقراطية أو قسد سياسية. دائما تذكر قوات قسد بأنها هنا لمواجهة داعش. لذلك لا نعول كثيرا على الموقف الأمريكي. كلنا نعرف بأن الرئيس الأمريكي ترامب بذاته وقالها علنا إنه أعطى الضوء الأخضر لأردوغان لمهاجمة سريكانية وتل أبيض قبل أكثر
من عام. لذلك أمريكا لم تقل بأنها سوف تحمي المنطقة سياسيا، دائما وأبدا تكرر بأنها هنا لمواجهة داعش. ومن هنا نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا لا نعول كثيرا على الموقف الأمريكي في حماية هذه المنطقة من الخطر التركي. بالطبع بإمكان تركيا أمريكا ردع تركيا إذا كانت هناك مصالح أمريكية. مع الأسف الشديد معظم التصريحات الأمريكية تصب في محاربة داعش، ولم نسمع تصريحا أمريكيا واحدا بأن أمريكا ستحمي المنطقة أو ستدافع عن المنطقة أو تعترف بهذه المنطقة. دائما وأبدا يلوحون لنا بمحاربة داعش وخطر داعش وتهديد داعش ووجودها من أجل داعش. لذلك علينا وكما جاء في بلاغنا كحركة كردية أن نرص الصفوف الآن، نتوحد حول موقف في مواجهة هذه الأخطار ومواجهة روسيا. الطلب من روسيا بحماية المنطقة، نحن نعرف بأن الملف السوري بيد روسيا، وروسيا تسيطر على سوريا ولها الكلمة الفصل في سوريا. نحن بقناعتنا أن روسيا بإمكانها ردع تركيا وحماية المنطقة إذا أرادت ذلك من خلال صفقات مع تركيا، مع النظام، مع الحركة الكردية، وهذه بإمكاننا أن نحكي عنها. قرأت أنه الأمريكان خذلوا الأكراد عدة مرات، برأيك بعد انتهاء داعش بشكل تام هل ستخذل أمريكا الأكراد مرة أخرى؟ نحن وداعش تعرفين جيدا بأن داعش متى ما أرادوا يقومون بتقوية داعش، ومتى ما أرادوا ينهونها. لم يقوموا بإنهاء داعش حاليا. نحن لدينا مخاوف كبيرة من هذه اللعبة، لعبة أن نكون أداة فقط لمحاربة الآخرين. الكرد قدموا دماء زكية، قدموا أكثر من 15,000 شهيد في الدفاع عن المدنية، في الدفاع عن الحضارة، في الدفاع عن قيم الحرية والسلام، في محاربة قوى جهل والظلام داعش. مع ذلك عندما انتهى داعش، وأنت تتذكرين ومستمعيك يعرفون جيدا بأنهم أداروا ظهرهم للكرد ولم يذكرون الكرد، هذه القوات التي كانت رمزا في أثناء محاربة داعش. أنت تعرفين بأنهم كانوا رموزا للتضحية والفداء والدفاع عن المدنية. الآن يتناسون الكرد ويضعونهم في مواجهة الفاشية التركية. ماذا على الطرفين الكرديين فعله لمواجهة التهديدات الكردية؟ نحن بقناعتنا الطرفين الكرديين الآن مع الأسف الشديد في حالة يرثى لها، بدلا من أن يقوموا برص الصفوف وتقوية الصفوف وخلق الأمان لدى الشارع الكردي ولدى كل سكان المنطقة، من الكرد، من العرب، من السريان، من الأرمن. الآن هناك حرب شائعات بين الطرفين، بدلا من أن يتفقوا على كيفية مواجهة التهديدات التركية نجدهم الآن يخونون بعضهم البعض ويقومون. لذلك علينا كحركة سياسية كردية، كقوى مجتمع مدني، كفعاليات اجتماعية، أن نرص الصفوف، أن نبحث عن فرصة لتوحيد الموقف الكردي. أنت تعرفين بأن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ليس جزءا من هذه الحوارات، وقاموا باستبعادنا واستبعاد بقية القوى. مع ذلك لم نقم بعرقلة هذه الحوارات. كنا دائما من أنصار أن تتوحد الموقف، أن يتوحد الموقف الكردي، أن تتوحد القوى الكردية لمواجهة المخاطر. هذه المخاطر الآن هي مخاطر وجودية. بعض الناس بإمكانهم أن يتأقلموا مع هذه القوى الظلامية. عندما يقومون بغزو منطقة كردية، هؤلاء
ومع القوى التي تتحالف مع تركيا والقوات الفاشية التركية يستهدفون الكرد في وجودهم. عندما يحتلون أي منطقة من المناطق تلاحظين بأن الكرد يهاجرون من تلك المنطقة لأنهم يستهدفونهم من خلال القتل، من خلال الخطف، من خلال السجن. لذلك كما تفضلتي نحن بحاجة الآن إلى رص صفوف الحركة السياسية الكردية. هؤلاء لا يمثلون فقط الكرد، عدا المجلس الوطني الكردي وعدا بيانكي أو الأحزاب المتوحدة، عدا هؤلاء هناك قوى على الأرض لها وجود، هناك شارع كردي، هناك منظمات مجتمع مدني، علينا أن نتوجه إليها. وهذه أنا بقناعتي وبقناعتنا هذه مطلوبة من سلطة الإدارة الذاتية كسلطة تدير هذه المنطقة. عليها توجيه نداء إلى أبناء شعبها، إلى الأحزاب في هذه الحركة ودعوتها للتشاور. تركيا تتشاور مع المعارضة، تركيا تتشاور مع أمريكا، تركيا تتشاور مع روسيا، تركيا تتشاور مع حلفائها، ونحن الجبهة الضعيفة نحن لا نعرف ماذا يحصل. قوات قسد لم تتشاور، أو مجلس سوريا الديمقراطية لم يتشاور مع أي طرف، مع أن الخطر ليس عليهم، الخطر علينا، على أبناء هذا الشعب. كلنا مهددون في وجودنا. لذلك على مجلس سوريا الديمقراطية، على الإدارة الذاتية، دعوة مكونات المنطقة، سكان المنطقة من الكرد، من العرب، من السوريان، من الأرمن، من التشيشان، من بقية هذه القوى، دعوتها للاجتماع، للتشاور لكيفية درء هذه المخاطر. هل علينا دائما أن نرحل ونهاجر؟ هذا سؤال كبير. أصبح جيل الشباب، مع الأسف جيل الشباب الكردي الآن أصبح مهيئا للهجرة، عليه أن يحزم حقيبته ويهاجر. هل هذا هو الواقع؟ هل ناضلنا لأكثر من 60 سنة من أجل أن نقوم بتهيئة حقائبنا والانتقال من حد إلى حدود أخرى؟ هذه أسئلة كبرى علينا أن نكون مستعدين للإجابة عليها. هناك تنبؤات أن العملية سوف تكون محدودة، هل ستكتفي تركيا بالقصف الجوي والطائرات المسيرة؟ لا أعتقد. تركيا تبحث عن ضوء أخضر. إذا ما توفر الضوء الأخضر لتركيا اليوم وغدا وبعد أكثر من عقد من السنين، إذا توفر لها الضوء الأخضر، تركيا تستهدف الوجود الكردي. رئيس وزراء تركيا بولاند أجويد قال في إحدى تصريحاته إن الكرد إذا ما حصلوا على حقوقهم في موزمبيق دولة أفريقية سنعارض ذلك. وأنت تعرفين منذ نشوء هذه الإدارة وتركيا تهدد هذه الإدارة، لم تهددنا فقط في سوريا، هددت الفيدرالية، رفضت الفيدرالية. ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان له قول مشهور إنه اعترف بمستنقع الفيدرالية ولن يقع في خطأ آخر. لذلك علينا أن نكون مستعدين مثل هذه المخاطر. كيف نستعد لها؟ برص الصفوف الداخلية، بالتواصل مع حلفائنا، بالبحث عن مخرج لتهدئة المخاطر التركية، لخلق جو من الأمان مع المحيط الذي نعيش فيه. الآن لا نستطيع أن نقوم بمفردنا بمواجهة هذا الخطر الذي جربناه. هل على الكرد دائما أن يقعوا في نفس الأخطاء؟ يجب أن نستفيد من تجربة عفرين المنطقة الجبلية، وكانت فيها إدارة ذاتية، وكانت فيها قوة من قوات سوريا الديمقراطية، ومنطقة جبلية. ومع ذلك لاحظنا بأننا بعد أكثر من 50 يوم من المواجهة قمنا
بالانسحاب من عفرين. هل علينا دائما أن نكرر نفس الأخطاء؟ سؤال مهم يمكن أن نبحث عن أجوبة له. من الملاحظ دائما أن تركيا تصعد الموقف وتهدد بلهجة شديدة. على ماذا تعول تركيا؟ تركيا تعول على قوتها. تركيا تعيش أزمة داخلية متعددة الجوانب، تعيش أزمة اقتصادية، تعيش أزمة سياسية، تعيش أزمة خلافاتها مع جوارها. تركيا تعيش حالة صراع مع كل الدول المحيطة بها، سوريا، بلغاريا، اليونان، أرمينيا، روسيا. هذه الدول التي تحيط بتركيا هي على خلاف مع تركيا. الوضع الاقتصادي التركي مزري. الليرة التركية انهارت. الليرة الآن الدولار يساوي حوالي 10 ليرات تركية. قبل هذه الأزمة كان الوضع الاقتصادي التركي في قمة القوة. الآن الوضع الاقتصادي مزري. تعيش يعيش حزب العدالة والتنمية الذي يتحكم بتركيا ورئيسه طيب أردوغان. يعيش حالة عداء مع المعارضة التركية. حزبه يستنزف. أكثر من 4 جهات انسحبت من هذا الحزب. لذلك يريد أردوغان صرف أنظار شعبه الداخلي بنصر خارجي. النصر الخارجي لا يستطيع مع الأسف الشديد أن يحقق أي نصر، وتعرفين جيدا كيف انسحبت من ليبيا، كيف تراجعت في ليبيا، كيف تراجعت في بقية المناطق، كيف تراجعت أمام أوروبا، كيف تراجعت أمام روسيا، كيف انسحب حلفاؤها من معظم الأراضي السورية. ولكنهم عندما يواجهون الكرد أولا يرضون الداخل التركي الذي بتصعيد المشاعر القومية للأتراك ضد الكرد. ثانيا يستسهلون هذه المنطقة، وبإمكانهم كقوة عسكرية كبيرة وكدولة كبرى، ثاني أكبر دولة في حلف الناتو، وثاني أكبر دولة في العالم في صناعة هذه الطائرات، طائرات الدرون بدون طيار التي تشكل خطرا الآن على السلم العالمي، وتركيا متفوقة في هذا المجال. لذلك تركيا تواجه الكرد، توجه أنظار شعبها الداخلي ضد الكرد في سوريا وفي كردستان العراق. أيضا لا تنسي بأن تركيا نشرت مؤخرا خارطة لتركيا تمتد من بلغاريا وحتى كركوك، ولا تخبئ ذلك، ودائما تقول بأنها ستستهدف كركوك وشنغال. برأيك ما السر وراء هذا الصمت الدولي حيال ارتباط تركيا بالتنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة؟ مع الأسف الشديد الدول الكبرى، الدول العالمية تبحث عن مصالحها، والاستخبارات الأمريكية والروسية وكل العالم خاصة أوروبا يعرفون كيف قامت تركيا منذ أكثر من عقد قبل الأزمة السورية بتبني التنظيمات الإرهابية، وأردوغان كقائد وحليف للإخوان المسلمين. والإخوان المسلمين أنت تعرفين جيدا بأن الإخوان المسلمين تحولت إلى منظمة إرهابية وتخلق الذرائع لحركات المتطرفة في العالم، بدءا من أفغانستان وانتهاء بليبيا. لذلك تركيا كدولة راعية للإرهاب مع الأسف الشديد نتيجة موقعها الهام، نتيجة وجودها في الحلف الأطلسي، نتيجة وجود جالية كبيرة جدا تركيا في أوروبا وخاصة ألمانيا تبتز الدول العالمية بمثل هذه التنظيمات الإرهابية. وأنت تعرفين جيدا بأن تركيا ادعت بأنها ستقوم بحماية القوات الأمريكية في أفغانستان في حال ما انسحبت، وستقوم
بالإشراف على مطار أفغانستان، على مطار كابول، وهو خاضع لطالبان، وكانت لديها علاقات جيدة مع حركة طالبان، ولها علاقات جيدة مع معظم التنظيمات الإرهابية في العالم، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين. لذلك والدول الكبرى أيضا تبحث عن مصالحها. لذلك تلاحظين بأن بعض القوى مثل ما تفضلتي تقوم بغض الطرف، غض النظر عن تركيا في ممارساتها برعاية هذه الجماعات الإرهابية التي فتحت لها حدودها مع الأسف الشديد. سؤالي الأخير لحضرتك، هل ستحصل تركيا على موافقة عالمية بعد تكثيف التحركات الدبلوماسية لكسب عالمي للحصول على الموافقة بتنفيذ وعيدها والقيام بعملية عسكرية؟ أعتقد بأنها لن تحصل على أي موافقة عالمية. دول العالم تعرف تركيا جيدا، تعرف أردوغان، تعرف حزب العدالة والتنمية، تعرف علاقة تركيا مع التنظيمات الإرهابية. إذا ما حصلت تركيا على ضوء أخضر أمريكي أو روسي، مع الأسف قد تقوم بحركة مثل ما تفضلتي، قد تكون محدودة أو كبيرة، ولكن العالم لن يعطي الضوء الأخضر لتركيا مطلقا. العالم، أما بعض الدول لها مصالح ولها أجندات في المنطقة وفي سوريا قد تعطي ضوء أخضر لتركيا، وسبق وأن أعطت مثل هذا الضوء في عفرين وتل أبيض، أمريكا وروسيا كلا الدولتين. شكرا لحضرتك على هالمعلومات. شكرا لك. في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سيد فارس عثمان، عضو الهيئة الإدارية في حزب التقدم الكردي في سوريا. إلى حوارات جديدة، دمتم بخير.